انا عارف انك فكرت تشتغل محلل بيانات قبل كده، لكن زيك زي اي حد بيقلق من شكل الشيت الكبير اللي فيه ملايين البيانات، وبتحس انك مستحيل تعرف تتعامل مع كمية الداتا دي وتطلع منها معلومة مفيدة. لكن بمجرد ما انك تتعلم ترتب الداتا وتسحب منها اللي يهمك وتحولها لارقام بتشرح الواقع، ساعتها بس هتكون الشخص اللي الشركات كلها بتدور عليه وتدفع لك اعلى المرتبات. والموضوع مش معقد قوي زي ما انت فاكر، كل اللي مطلوب منك انك تتعلم ادوات صح، والادوات دي هتساعدك انك تعمل كل ده بسهولة. وده بالظبط اللي هتتعلمه في اسبوع السيكوال من الداتا سمر كامب. هتتعلم ازاي تسحب الداتا اللي انت عايزها من قواعد البيانات الضخمه، وكمان ازاي ترتبها وتفهم منها ارقام بتقيس نجاح البيزنس، وساعتها هتكون قادر انك تقترح حلول لتطوير المنتج والحملات الاعلانيه، وكمان اداء الفروع. كل ده هتطبقه على مشاريع عمليه عشان تبقى عارف بس الشغل بيمشي ازاي على ارض الواقع، وتقدر تساعد الشركات انها تقدر تاخد خطوات لقدام. انا محمد توفيق، ودي رحلتنا في الاسبوع الثالث من الداتا سمر كامب. لو عايز دلوقتي تتعلم تحليل البيانات من ناس فعليا اشتغلت في ارض الواقع وساعدوا طلابها ان هم يشتغلوا في احسن الاماكن، ابعت لنا رساله دلوقتي، وهتقدر تحجز مكان في الكامب ب 550 بدل من 3100. خلي الصيف ده بدايه حقيقيه لكاريرك كمحلل بيانات قيمته عاليه في السوق.